السلام عليكم واهلا بكم مع ام احمد. دلوقتي هنعمل مع بعض ورقه اللحم. خضار مشكل، طماطم مبشوره كده، توابل البهارات، فلفل، بصل بودر، توم بودر، ملح، معلقتين زيت، واللحم كيلو لحم. وحطينا اللحمه على الخضار كده. طبعا انت مقطعاها لا كبيره قوي ولا صغيره قوي كده، والخضار مقطعينه برضو كبير بالشكل ده عشان ما يتهريش منك، وخصوصا الكوسه بالشكل ده. هننزل بالتوابل بتاعتنا كلها. معلقه ملح كبيره، معلقتين الزيت، هنحط شويه عصير طماطم. مش هنكتر عصير طماطم عشان احنا مقطعين معاها طماطم كده. وهنقلب كل ده مع بعض كويس جدا عشان نخلي البهارات تدخل في كل الخضار كله مع بعض. بعد ما قلبنا كل الخضار باللحمه بالتوابل بالطماطم كلهم كده مع بعض كويس جدا عشان تشرب الخضار من اللحمه من التوابل بتاعتنا، جبنا ورقه الومنيوم وحطينا عليها ورقه زبده من فوق كده، وهنحط الخضار باللحمه بتاعتنا كده. بعد ما حطينا الخضار باللحمه كده في الورقه هنقفلها كده. نقفل ورقه الزبده الاول بالطريقه دي كده، ونجيب ورقه السلوفان نقفلها كويس جدا بحيث انها ما تفتحش في الميه بتاعتنا. لو حسينا انها عايزه ورقه كمان مش قافله كويس نحط لها كمان ورقه. نقفلها كويس كده. انا هحط لها كمان ورقه كده. انا جبت ورقه تانيه كمان وقفلت عليه جامد كده كده بالطريقه دي. اهم حاجه ما تدخلش فيه الميه. طبعا هنكونوا جايبين حله على النار حاطين فيها ميه بتغلي مع حبهان وورق لورو وفلفل اسمر وملح، وهنحط فيها ورقه اللحمه بالطريقه دي، وهنغطي عليها ونسيبها لما تستوي خالص. وبعد بعد ما تاخد ساعه كده، حوالي ساعه على النار، بنطلعها وبنفتحها بالراحه وبنشوف اللحمه ان كانت استوت خلاص استوت، فبندخلها الفرن على صينيه كده تنشف جوه الفرن. ولو ما استوتش بنرجعها تاني في الميه اللي على النار اللي هي الشوربه دي. دلوقتي ورقه اللحمه بعد ما طلعناها من الفرن كده هنفتحها مع بعض اهو كده بالشكل ده. شايفين الخضار مستوي ازاي؟ طبعا عشان قطعناه كبير بحجم اللحمه عشان ما تهراش معاها. لو قطعتيه صغير هيتهري. شايفه اللحمه مستويه والخضار مستوي كله مع بعضه ازاي. وطبعا انت ممكن تحطي الخضار اللي يعجبك. انا حاطه بسله وكوسه وجزر وبصل وطماطم. انت ممكن تحطي فاصوليا خضراء، ممكن تحطي بدنجان، ممكن تحطي خرشوف، ممكن تحطي الخضار اللي يعجبك كله. طبعا وانت بتشوفي اللحمه استوت ولا لا لما بعد شويه كده على النار بتطلعي الورقه وتفتحيها بالراحه وترجعي تقفليها تاني. بتدوقيها بتشوفي الحدق بتاعها. لو انت مش مظبطاه كويس قبل ما تعملي وانت بتحطي الخضار واللحمه بتدوقيها، كانت عايزه ملح او حاجه بتحطي لها شويه وحسب اللحمه بتاعتك. لو اللحمه بتاعتك كبيره يعني مش هتستوي معاكي بسرعه بتسيبيها ساعه على النار. لو اللحمه بتاعتك هتستوي يعني لحمه صغيره في السن وهتستوي معاكي بسرعه نص ساعه. ممكن تعملي الورقه الكبيره دي تعمليها كل فرد على الورقه بتاعته ورق صغير كده، كل فرد بالورقه بتاعته. في المناسبات لو عندك عزومه او حاجه كل ورقه في كل واحد على قد ورقته كده، ورق صغير كده تقسميها ورق صغير كل واحد الورقه بتاعته. وطبعا احلى ورقه لحمه في الدنيا واسهل ورقه لحمه، ويا رب تجربوها وتعجبكم، وبالهنا والشفا ولايك وشير وسلام عليكم.